السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متتبعي قناتنا الأعزاء في الفيديو هذا اللي كيهم المترشحين والمترشحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا شعبة العلوم الفيزيائية. فهاد التلاميذ هذا اللي بغاو يعرفوا المواد اللي غيدوزوا فيها الامتحان الوطني والمواد اللي غيدوزوا فيها الامتحان الجهوي، وكذلك المدة الزمنية ومعامل كل مادة. فبالنسبة للامتحان الجهوي، المترشحون والمترشحات غادي يجتازوا الامتحان في 5 ديال المواد اللي هي اللغة العربية. مدة الاختبار 2 ساعات، والمعامل ديال المادة هو 2. المادة الثانية هي اللغة الأجنبية الأولى يعني الفرنسية. مدة الاختبار 2 ساعات، والمعامل 4. المادة الثالثة هي التربية الإسلامية. مدة الاختبار 1 ساعة و30 دقيقة، والمعامل 2. المادة الرابعة التاريخ والجغرافيا. مدة الاختبار 2 ساعات، والمعامل 2 كذلك. وأخيرا مادة الترجمة. مدة الاختبار 1.5 ساعة، والمعامل 2. كذلك بالنسبة للامتحان الجهوي فهو كيضم مادة التربية البدنية اللي كيتم الاجتياز ديال الامتحان ديالها مسبقا. المعامل ديالها هو 1. ويمكن كذلك الاستغناء عن اجتياز الامتحان بالإدلاء بشهادة طبية. بالنسبة للامتحان الوطني فالمترشحات والمترشحون كيجتازوا الامتحان في 5 ديال المواد، كذلك 3 من هذه المواد اللي هي أساسية وهي الفيزياء والكيمياء. مدة الاختبار 3 ساعات، والمعامل ديالها 7. المادة الثانية الرياضيات. مدة الاختبار 3 ساعات كذلك، والمعامل 7. ثم علوم الحياة والأرض. مدة الاختبار 3 ساعات، والمعامل 5. ثم مادتين إضافيتين هما اللغة الأجنبية الثانية يعني الإنجليزية أو الإسبانية أو الألمانية على حسب الاختيار. مدة الاختبار 2 ساعات، والمعامل 2. ثم مادة الفلسفة اللي مدة الاختبار ديالها 2 ساعتان، والمعامل 2 كذلك. واحد الملاحظة بالنسبة للتلاميذ أو المترشحين والمترشحات اللي ما اجتازوش الامتحان ديال التربية البدنية أو ما دلاوش بالشهادة الطبية في الأجل ديالها القانونية، فلن يسمح لهم باجتياز الامتحانات الكتابية في باقي المواد. وفي الختام أتمنى لكل المقبلين والمقبلات على اجتياز هذه الامتحانات التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في الفيديو قادم إن شاء الله.